الفرق بين خساره الوزن وخساره الدهون، خليني اقول لك ان خساره الوزن دي مفيش اسهل منها لما بتقارنها بخساره الدهون. علشان لو انت هدفك ان انت تخسر وزن، ممكن تقلل الاكل بتاعك وتزود النشاط بتاعك باي طريقه، بس خد بالك ان انت هتخسر معاها عضلات والمعادن والفيتامينز اللي في جسمك، وشكل جسمك هيكون هزيل ودبلان، وادائك وتركيزك هيقل بسبب قله الاكل وعجز السعرات الكبير. بس خد بالك ان انت اول لما هتبطل دايت جسمك هيرجع يزيد بشكل كبير زياده عن الاول. اما بقى خساره الدهون ده بيجبرك ان انت تخلي بالك من صحتك وتحافظ كمان على عضلاتك، وممكن كمان يبقى فيها زياده. علشان تخسر دهون انت محتاج تدخل اكل جسمك وتقسم وجباتك، مش انك تحرم جسمك من الاكل خالص، وانك كمان تهتم بالفيتامينز والمعادن اللي بتحسن بشكل كبير قوي من وظائف جسمك ومعدلات الحرق الطبيعيه زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين دي. والتمرين كمان هيساعدك ان انت تعمل ريشيب وتخسر دهون، وجسمك كمان يبقى مشدود ومش هزيل، وكمان هيحصل زياده معاك في العضلات. واهم حاجه تاخد بالك من النوم كويس وشرب الميه، علشان ده هيقلل من الووتر ريتنشن وهيعلي عندك كمان الريكفري بشكل كبير قوي.